انسداد الشرايين كيبدا ملي الكوليسترول الخايب كيتجمع في الجدار ديال الشريان. ضغط الدم المرتفع كيدير ضغط قوي على جدار الشرايين وكيخلق تشققات صغيرة. هاد البلايص كتولي سهلة باش تجمع فيها الدهون ويتزاد الانسداد بسرعة. التدخين كيدخل مواد سامة للدم وكيشعل الالتهاب داخل الشرايين. إلا كان السكر طالع في الجسم كيضر بطانات الشرايين وكيخليها ضعيفة. بهذه الطريقة الدهون كتلصق بسهولة والانسداد كيتطور أسرع. كثرة الماكلة الدسمة والسكرية كتزير نسبة الدهون في الدم. هاد الدهون كترسب داخل الشرايين وكتنقص المساحة اللي خاص الدم يدوز منها. إلا ما كتحركش بزاف الجسم ما كيحرقش الدهون مزيان وكيوقع تراكم داخل الشرايين. الانسداد في الشرايين ديال الدماغ ممكن تحس بتنميل مفاجئ، ضعف في جهة من الجسم أو حتى صعوبة في الكلام. إلا تشقات الطبقة الدهنية فجأة كتقدر تكون جلطة كتسد الشريان كامل، وهنا كتوقع جلطة قلبية أو دماغية خطيرة. الرياضة المنتظمة، نقص الوزن والأكل الصحي الغني بالخضر والفواكه كيعاونوا ينقصوا الدهون في الدم وكيحميوا الشرايين من التدهور. ملي كتبس التدخين الالتهاب كينقص في الشرايين وكيولي الدم يدوز حسن. حتى بعد أسابيع قليلة الخطر ديال الجلطة كيبدا يهبط.